أنا معايا المستشار الخضيري رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب. مساء الخير يا دكتور سيادة المستشار. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا حبيبي. احنا عايزين نعرف يعني انتهت لايه الولادة المتعثرة لتأسيسية الدستور؟ اتفضل. والله انا الحقيقة انا ما عنديش اخبار عن هذه المباحثات لاني لم اشارك فيها. انا موجود في اسكندرية ولست من ضمن بين الاحزاب طبعا لان انا مستقل، ولذلك لا اشتراك لي مع هذه المباحثات. ولكن اللي انا سمعته ان هو تم التوافق على يعني نسب معينة، وانا كنت دايما في كل حديثي بناشد حزب الحرية والعدالة وحزب النور انهم يتنازلوا شوية لبقية الاحزاب عشان المركب تسير وترتقي الاراء عند حل وسط. طيب باعتبار حضرتك فقيه دستوري ومخضرم وايضا يعني رمز وطني مهم جدا، رأيك ايه فيما انتهوا اليه حسب الاخبار التي تواترت ان هم 55% للاحزاب الاسلامية او قوى الاسلام السياسي و45% الى ما دونها؟ هو ده برضو مش بيحقق يعني برضو اغراض هذه الاحزاب واللي هي من الاول كانت مصرة على انه تبقى نسبتها ليها الغلبة في التأسيسية؟ طبيعي ان اي حد له يعني غلبة على الارض لازم تكون له غلبة في التصويت. يعني سوى حزب مثلا له مثلا 200 عضو مع حزب له 20 عضو، لابد ان يكون هناك مفارقة. هو كل ما هناك ان التصويت في داخل الجمعية التأسيسية اللجنة التأسيسية يبقى له قواعد معينة. يعني هو القواعد وصلت لنا برضو، قالوا 67% من هذه اللجنة في اول مرة، لو ما تمش الحسم يبقى بعد 48 ساعة 57% من اغلبية الجمعية. ده كويس جدا. يبقى اذا الاغلبية مش هتقدر يعني تحقق اغراضها في كل الاوقات. يعني هيبقى في الاقلية هيبقى لها برضو دور في هذا الموضوع، لان لما يكون 67% معنى ذلك ان 55% لا تحقق الاغلبية زي ما هو في الامور المعتادة 51%. فاذا اتفق على نسبة التصويت اعتقد تبقى المشاكل اتحلت ان شاء الله. طب يعني سيادة المستشار ما تتوقعش مثلا انه لو حصل داخل من بعض القوى الليبرالية او المدنية داخل الجمعية طلب معين او ضغط معين انه يحصل من القوى الاخرى رفض، وبالتالي يحصل ما نخشى منه وهو عدم التوافق في الاخر من اجل دستور يعبر عن كل المصريين؟ لو اتفق على نسبة التصويت يبقى المشكلة دي اتحلت. يعني هنتفق على ان احنا حاجات معينة يبقى نسبة التصويت فيها كذا. طيب تتوقع يستغرق قد ايه من الوقت لكي نصل الى دستور؟ وهل ده ممكن يحصل يعني قبل انتخابات الرئيس، قبل وجود رئيس، بعد وجود رئيس بقد ايه؟ باعتبار حضرتك فقيه دستوري يعني يستغرق قد ايه؟ لو اتفق هو في 3 4 5 نقاط ساخنة دي لو اتفق عليها اعتقد ان 3/4 الدستور يبقى اتحط. يعني ممكن في خلال بالكثير 3 شهور يكون عندنا دستور يستفتى عليه الشعب، لان احنا عندنا نسبة العمال والفلاحين نوع الحكم اذا كان رئاسي او مختلط او برلماني. خدت بال حضرتك في بقاء مجلس الشورى او حله. يعني هي في نقاط ان خلي بال حضرتك ان الدستور في نقاط تقريبا الناس كلها متفقة عليها. يعني ابواب الحريات وابواب تعدد السلطات وكل ده دي مسائل كده تعتبر انها من الحاجات الروتينية مناقشتها لن تستغرق وقتا، انما هي النقاط الساخنة بس هي اللي هتاخد وقت. المادة 2 اذا كانت تبقى او تعدل والى اخره، هي دي الحاجات اللي هي يا ريت ان احنا يعني يتفقوا عليها سريعا حتى تنتهي المشاكل. طيب الى ان يحدث هذا اذا استغرق 3 شهور صلاحيات الرئيس من اين تأتي؟ هل سنعود الى دستور 71؟ هل سيكون هناك اعلان دستوري مكمل كما اشيع؟ حضرتك شايف ايه؟ المجلس العسكري حاليا بيحكم
هو اللي بيحكم. وهو بيحكم بينوب على رئيس الجمهورية فيما يمكن أن يقوم به. بيستمد هذه السلطات من المادة 56 من البيان الدستوري. خدت بال حضرتك؟ فالرئيس اللي هيجي هتنتقل له ذات الصلاحيات المجلس العسكري إلى أن يتم وضع الدستور المقترح. يعني مش هيحصل مشاكل ما بينه وما بين البرلمان، ما بينه وما بين الحكومة؟ هل هذا في المادة 56؟ المادة لا توجد مشاكل إطلاقا. ما هو المجلس العسكري بيحكم اهو، مفيش مشاكل. خدت بالك؟ أصل المشاكل بتأتي من إيه؟ من إنك أنت تحاول أن تأخذ اختصاصا ليس لك، أو تتدخل في اختصاص غيرك كما كان يحدث في الماضي. لكن لو كل واحد احترم اختصاصه يبقى مفيش مشاكل إن شاء الله. طب يعني استغلالا لوجود حضرتك معانا برضو، معلش آخر سؤال، إذا حصل والمحكمة الدستورية يوم 14 قبل الانتخابات بدستورية قانون العزل، أيوة، وهل ده يؤدي إلى خروج شفيق من الانتخابات، من الإعادة، وبالتالي ماذا سيحدث؟ إيه السيناريو؟ السيناريو هيبقى الانتخابات تعاد مرة أخرى بكل ال 12 بقى ما عدا شفيق. بكل ال 12 ما عدا شفيق. حضرتك تتوقع حدوث هذا؟ أنا أتوقع حدوث سيناريو إن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوة لعدم تحريكها من جهة قضائية، لأن اللجنة اللي حركتها هي لجنة إدارية لا يجوز لها أن تحرك. وأنا أعتقد السيناريو ده هو ده الأصح السيناريوهات المعروضة. وبالنسبة للمجلس أعتقد أن السيناريو الحل مش وارد، هو سيناريو بطلان بطلان الأحزاب الحزبيين الذين ترشحوا على مقاعد فردية. تمام. وده عددهم حوالي 100 وشوية. ده برضو يبقى بطلان جزئي، خدت بالك، يؤدي ممكن يعاد انتخابهم وتستقر الامور عند هذا الحد. الحكم لو انا بتكلم كقاضي بيدور على المصلحه العامه مش كعضو مجلس الشعب طبعا. تمام. لان غير كده معناه فراغ دستوري، معناه حل مجلس الشعب، مين هيعمل انتخابات تاني، معناه ان الناس هتصاب بنوع من اليأس. نعم. وتحس انها رجعت للمربع الاول. تمام. سيادة المستشار محمود الخضيري، فقيه الدستوري ورئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، بشكرك جدا.